يسعد أوقاتكم يا جماعة. رجعنا لكم بعد غيبي ورجعنا لكم فيديو جديد عن أحداث الحلقة 27 من مسلسل ليل. الأحداث كل مرة عم تشعل والمواجهات صارت على العلن. شو عم يصير ببيت الست هند وكيف رنا قلبت طاولة على الكل؟ خليكم معنا لنعرف كل هالتفاصيل. بدأ أحداث حلقتنا بمواجهة قوية بين نجم ورولا. نجم عم يحاول يوصل لنورس بأي طريقة، بس رولا بتطلع بيها حكي تقول له إنها كانت غبي وما بتعرفه من بيته، كانت عم تقابله بس بالفندق التركية. رولهم تعترف إنها كانت عم تنقل أخبار ورد من باب الفضفضة، وما كانت متخيلة إنها عم تشتغل جاسوسة عند نورس أبدا. بينما ورد ونجم عم يروحوا يجيبوا أغراضهم من بلاد، تطلع بوشهم الست هند. هم نشوف مشهد صغير بيقطع القلب. ملاك الصغير بتكون عم ترتعب بتتخبى ورا أمها، لأنها لساتها متذكرة كيف ستها بدها تبعدها عن أمها. الست هند بتحاول تساومها لورد، تقول لها اسحبي الشكوى ضدي خليك تعيشي مرتاحة. بس ورد ما بتلين أبدا وبتقرر تاخد حقها بالمحكمة. وصلنا هون للمحكمة. ورد بتفجر القنبلة وبتشهد ضد هشام والشباب اللي هجموا عليها. بس المفاجأة الكبيرة مو هون. المفاجأة الكبيرة اللي ما حدا توقعها أبدا هي دخول رنا. رنا بتشهد بالحق، بتقول للقاضي إنه الست هند هي اللي حاربت هشام. والمحكمة بتنقلب. نبيل بيفقد أعصابه بس يخلصوا. بتطرد رنا من البيت والشارع بيقول لها ما عاد لك فوتين عندي على البيت. هذا الوقت نجم ما بيكون بالمحكمة، بيكون عم يلعب خيط إيزابيل. بيواجه موضوع موبايل ورد، بيحاول يضغط عليها لتعترف كل شيء بتعرفه عن نوراس. بس إيزابيل بتبين خايفة وعم تتهرب من الجواب. نفس الوقت نورس بيشوف صورة إيزابيل وبيتذكر إنه شافها ببرشلونة وبيقرر يسافر فورا على سويسرا. الست هند بترجع لبيتها وهي حاسة إنه عيلتها عم تنهار قدام عينها. ابن طرد مرته وابن عم يلحقها بالمحاكم. فجأة بتصيبها نوبة قلبية حادة توقع بالأرض. بالمشهد الأخير بيكون الكل بالمشهد، ورنا رغم كل شيء عمله نبيل فيها بتروح لتوقف معه. بس نبيل بيواجهها بقسوة وبيحملها مسؤولية جلطة أمه. يا ترى يا أصدقائي، هل رح تسامح وردة الست هند بعد هالنوبة الصحية؟ النجم شو رح يطلع معه مع إيزابيل؟ اكتبوا لي توقعاتكم بالتعليقات ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد عن مسلسل ليل. بنشوفكم بالفيديوهات الجاي.